السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم نصايح شهر 10. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. وصلنا لشهر 10، وبعد ما كنت عامل لكم نصايح شهر 9 اللي كانت نزلت على القناة تقدروا تشوفوها، عملت لكم فيديو كتب الخارجية، فيديو المدرسين، عملنا لها فيديوهات كتير الفترة اللي فاتت. جيت النهاردة بفيديو شهر 10. شهر 10 من الشهور اللي بحس ان هي جوكر. يعني ايه جوكر؟ شهر 10 شهر 11 دول شهرين ما بين نص السنة وما بين اول السنة، ما بين لما كنتوا لسه بتبدأوا ما كانش حد عارف يعمل ايه، وما بين ان انتوا داخلين على نص السنة وداخلين على ان انتوا قربتوا تخلصوا جزء كبير من المنهج. في ناس هتقولي انا بادئ في شهر 9، يعني انا بقالي شهر واحد هخلص جزء كبير من المنهج ازاي؟ الفترة بتاعت شهر 10 وشهر 11 شهر 12 لحد نص السنة هتلاقوا المدرسين بيجروا شوية. بعد نص السنة هتلاقوا المدرسين بيجروا بطريقة مش طبيعية، مش هتتخيلوها. هتلاقوا نفسكم بتخلصوا المنهج وداخلين على المراجعات والدنيا بتجري منكم. عشان كده كنت دايما في كل فيديوهاتي ما بحبش اقول لكم ان السنه طويله والسنه هتقدروا تحلوا فيها كتير، هتقدروا تذاكروا فيها كتير. لا، انتوا هتغمضوا هتفتحوا هتلاقوا الامتحانات جت. ده مش معناه ان انا بقلقكم، ولكن عايز اعرفكم الحقيقه عشان ما بحبش التحفيز وخلاص. وده ملوش دعوه ان انتوا تقلقوا، لان لو انتوا قلقتوا فانتوا مش هتعملوا اي حاجه. الصح واللي عايز يعمل حاجه فعلا هو اللي هيروح يذاكر، هو اللي مش هيراكم، هو اللي لو راكم عليه حاجة هيلم التراكمات دي بسرعة، هيلم التراكمات قبل ما يخش على نص السنة، هيلم التراكمات قبل ما يخش على الفترة اللي انتوا فعلا مش هتلاقوا وقت تعملوا فيه حاجة. انتوا لسه في الاول يا جماعة. عشان كده دايما استغرب لما الاقي سؤال يقول لي احنا هنلاقي وقت منين ان احنا نحل كتابين، نحل 3 كتب، نحل 4 كتب. الوقت مهم جدا. فعشان كده استغل ده واخش في اول نصيحة معايا، وهي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت في الشهر ده اهم حاجة تعملوها. مش هتلاقوا حاجة اهم من ان انتوا تنظموا وقتكم. نظمتوا وقتكم هتلاقوا ان انتوا بتناموا كويس، هتلاقوا ان انتوا بتذاكروا كويس، بتحلوا كويس، كل حاجة هتمشي تمام. ولكن ننظم وقتنا. طب هننظم وقتنا ازاي؟ هننظم وقتنا بالتو دو ليست، قائمة المهام اليومية. انا صحيت الفجر، صليت الفجر، قريت اذكار الصباح، هخش اكتب انا عندي ايه. وخلي بالكم مش عشان عارف برضو ايه، ما انا كنت طالب ثانويه عامه فانا عارف اللي بيحصل. ما تجوش تكتبوا ايه التو دو ليست دي تقعدوا تكتبوها في ساعه. التو دو ليست دي بتتكتب في 5 دقايق، انا عندي كذا عندي كذا عندي كذا خلاص. وطبعا ما حدش يكتب بقى اللي هو انا من الساعه كذا للساعه كذا هروح ادخل الحمام، انا من الساعه كذا للساعه كذا رايح اشرب ميه. الحاجات دي يا جماعه يعني احنا بنكتب بس المهام اللي علينا النهارده. عايز تكتبها بالصلوات نظمها بالصلوات، يعني من الظهر للعصر هعمل كذا، سواء كذا دي حاجة او حاجتين، فعادي جدا. بس مش معنى ان انا بقول لكم تنظموا وقتكم ان انتوا تكتبوا بالثانية، لان ده مش بيحصل. وما تخلصش اليوم الا وانت مخلص التو دو ليست. تنام بقى وقت ما تنام، المهم تخلص لي التو دو ليست. وخلي بالك ان انت هتصحى تاني يوم بدري. يعني ما تجيش بقى تقول خلاص ما انا التو دو ليست عشان اخلصها هسهر لحد الساعة 2 وبعد كده بقى بصحى وقت ما اصحى. لا، انت تصحى الفجر. عشان كده تبقى عارف ده من اول اليوم عشان تنجز نفسك. لان لو مهمة واحدة من تو دو ليست راكمتها هتخش على اليوم التاني، واليوم التاني في مهمة هتقع. ما انت حطيت مهمة زيادة في مهمة كانت المفروض تتعمل هتقع. المهمة دي هتتأجل اليوم التاني وهنخش في تراكمات وهنخش في دايرة مش هتخلص. انا محدش يتضايق من كلامي، انا بكلمكم بصراحة. انا مش جاي ازين لكم الدنيا واقول لكم الدنيا حلوة. حاولوا تشدوا، حاولوا تجمدوا نفسكم كده وحلوا كتير. نظموا وقتكم. في ناس بتبعت لي انا لسه ما بداتش ايه يا جماعه؟ احنا في شهر 10. اصحوا عشان هنخش على شهر 11، هنخش على شهر 12، نص السنه خلصت. انت داخل على مراجعه. الناس اللي بتذاكر انت تمام، انت تمام وما تقلقش. الناس اللي مراكمه حاول تجيب نفسك بسرعه قبل ما الدنيا تزنق اكتر، وهتلاقي التراكمات بتزيد اكتر وهتفضل كده لحد الامتحانات. انا جاي وبقول لكم في تجارب انا يعني كانت في ناس صحابي اعرفها وكان بيحصل معاها حاجات كتير، وكان في تجارب بشوفها بعيني. فبقول لكم اللي هيحصل، اللي مراكم يلحق نفسه. انا معاكم لو عايزين اي سؤال او عايزين اي استفسار. معلش طولنا في النقطة الأولى، ولكن النقطة الأولى كانت مهمة جدا. وزي ما قلت لكم لو هقول نصيحة في شهر 10 تنظيم الوقت. تاني حاجة معانا النهاردة في نصايح شهر 10 هو المذاكرة بتركيز. يعني ايه المذاكرة بتركيز؟ يعني محدش يذاكر يا جماعة وهو ايه ماسك التيك توك على شماله او على يمينه كده وقاعد يقلب
وايه ماسك القلم وقاعد يكتب. لا، الكلام ده مش هينفع. محدش يذاكر وهو حاطط سماعه في ودنه وبيسمع اغاني ويقول له اصل انا ما بعرفش اذاكر غير على الاغاني. الكلام ده ما ينفعش. احنا في شهر 10، خلي بالكوا الدنيا بتجري. الناس اللي بتذاكر على القرآن حلو، ولكن ممكن يخلي فيه تشتت. انت بتسمع كلام وبتقرا كلام وبتذاكر كلام. ازاي حد هيذاكر حفظ او هيقرا حاجة هيحفظها او هيفهم حاجة محتاجة تتفهم بصعوبة؟ ازاي هيعمل كل ده وفي كلام تاني جنبه؟ امال احنا ليه بنسيب اهلنا مثلا بره بيتكلموا ونروح نذاكر ونرد الباب او نقفل الباب عشان ما نسمعش الصوت؟ القرآن جميل وكل حاجة ولازم نشغله ولازم نقراه، ولكن وقت المذاكرة يا جماعة نركز في المذاكرة. كل وقت نركز في الحاجة اللي المفروض تتعمل فيها. القرآن دايما لازم اصلا قبل ما تبدأ المذاكرة تقرا القرآن، تقرا على الاقل وجه القرآن، وبعد ما تخلص تقرا وجه القرآن، ده لازم. ولكن ما تشغلش قرآن وتيجي تكتب وتقول اصل انا بحب اذاكر كده، انا بركز بالمذاكره دي. انت كده بتضحك على نفسك او بتضحكي على نفسك. معلش انا الفيديو ده صريح جدا عشان في ناس كتير كانت بتبعت لي بتكتب لي كومنتات انا لسه ما بداتش، انا مش عارفه اعمل ايه، انا رايحه فين. يا جماعه ابداوا، ما تقعدوش تصيحوا كتير. تالت نصيحه معانا النهارده هي حل الكتب الخارجيه. يا جماعه حلوا كتب خارجيه. انا صوتي اتنبح. الفيديو بتاع الكتب الخارجية اللي انا عملته قبل كده موجود على القناة، هتلاقوه في حرف الاي فوق. الفيديو مهم جدا جدا جدا، قايل فيه كتب خارجية كتير. حلوا كتب خارجية كتير. الكتب الخارجية كتير هتوريكوا اسئلة متنوعة هتلاقوا زيها في الامتحان. وتاني برضو حاجة في الكتب الخارجية، سجلوا اخطائكم، سجلوا اخطائكم، سجلوا اخطائكم. محدش يكسل. تسجيل الاخطاء ده هيساعدك ليلة الامتحان ان انت تشوف الاسئلة اللي وقعت فيها، هتلاقي فكرة شبهها في الامتحان. انا باكد لك الموضوع ده، هتلاقي فكرة شبه اللي انت غلطت فيها في الامتحان. من الاخر انا بقولها لك، بص بصراحة، لازم في كل مادة هتلاقي سؤال واحد على الاقل موجود في الامتحان فكرته شبه اللي انت غلطت فيه. فعشان ما تجيش عند الامتحان وانت في نص لجنة الامتحان وتقول ايه ده السؤال ده غلطت فيه قبل كده، طب انا حليتها كده ولا حليتها كده، ومش هتعرف اي حاجه. فيعني لازم 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 تكتبوا الاسئله الغلط. زي ما قلت لكم، مش عايزين تكتبوا السؤال اللي هو عنوان السؤال، تكتبوا راس السؤال كله وتكتبوا الاختيار الصح والغلط، بس اكتبوا مثلا كتاب الامتحان صفحه كذا سؤال كذا. اكتبوا بقى ايه؟ اكتبوا سبب الخطأ، مهم جدا. سبب الخطأ تسرع، ولا ما كنتش عارف المعلومة، ولا مثلا ولا غلطة حسابية مثلا، ولا ايه بالظبط. اكتبوا السبب برضو مهم جدا جدا جدا. انا بقول لكم ان انتوا هتلاقوا اخطاء لان انا مريت بالموضوع ده. انا خلصت ثانوية عامة السنة اللي فاتت وشايف كل ده وعارف كل ده. الاسئلة اللي بتغلطوا فيها هتلاقوا منها في الامتحان، انا باكد لكم. رابع نصيحة معانا النهاردة نصيحة مهمة برضو، عملت عليها فيديو قبل كده وشوفتوه برضو، اللي ما شافوش يروح يشوفوا. فيديو كان عن نحل اسئلة امتحانات السنين السابقة ولا لا. انت هتحلها او انت هتحلوها على كل فصل انتوا خلصتوه. محدش يحل الامتحان كامتحان، يعني محدش يجيب امتحان 2023 واستنى بقى انا هحل السؤال الاول ولا مش هحله، لا ده ما خدناهوش مش هحله، طب السؤال التاني خدناه يلا نحله. لا مش هنمشي كده. الكتب بتبقى مجمعة اسئلة امتحانات ثانوية عامة كلها على الفصل اللي انت حليته. على الاقل كتاب الامتحان انا متأكد ان هو بيعملها. فهتعمل كده، هتشوف الفصل ده انا خلصته، كل الاسئله اللي كانت عن ثانويه عامه بتاعته هحلها. احنا مش بننقي طماطم، هتيجي بقى تختار السؤال الاول، لا السؤال التاني مش هينفع، طب السؤال التالت ده ينفع ولا ما ينفعش، طب فكرته لفه، هل ده تبعنا ولا لا؟ لا مش هنعمل كده. فقره حل اسئله امتحانات ثانويه عامه كامله اللي هو امتحان 2024 مثلا كله كده هحله. الكلام ده في المراجعه النهائيه لسه لما نخلص، وممكن في ليالي الامتحان كمان، فالدنيا لسه بدري عليها. ولكن حل دلوقتي الاسئله الجزئيه، الاسئله على كل فصل. خامس نصيحه معانا، وانتوا هتستغربوا برضو من النصيحه دي، خدوا استراحات منتظمه. يعني ايه استراحات منتظمه؟ يعني انا مش عايزكم بعد الكلام كل ده واللي انا شديت عليكم في شويه، انا مش عايزكم برضو 24 ساعه بذاكر، انا هقفل على نفسي الاوضه، انا مش هشوف حد، انا هقعد اذاكر طول الوقت. الكلام ده لسه بدري عليه. ما تخافوش، انتوا المذاكره هتخليكم تعملوا كده غصب عنكم، ولكن احنا لسه في شهر 10، يعني فاضل لكم مثلا 4 شهور 5 شهور على الكلام ده، فانتوا لسه بدري. خدوا وقتكم، ذاكروا كويس جدا جدا جدا. طب انا خلصت مذاكره، طب انا خلصت التو دو ليست اللي انا كنت عاملها النهارده، اكافئ نفسي، اقعد بقى مع اهلي شويه، اقعد اقلب في الموبايل. ما انا خلصت التو دو ليست. خلصت ايه التو دو ليست؟
التو دو ليست دي حاطط فيها، عشان الناس اللي بتسأل، حاطط فيها المذاكرة، حاطط فيها حل الكتب الخارجية. انا عايز احل مثلا 3 كتب في المادة، انا كاتب النهاردة ان انا هحل مثلا كتاب الجوهري في الاحياء، وبعد كده هحل كتاب الامتحان، وكتاب التفوق هحله بكرة مثلا. انا بقسم، خلي بالكم، ما حدش يحل ال3 كتب ورا بعض، ما حدش يحل ال3 كتب مرة واحدة كده، انت كده ما استفدتش اي حاجة من اهمية حل الكتب الخارجية. ان انا بحل كتاب، اجي بعد ما اجي مثلا بكرة احل كتاب تاني، بعد بكرة الكتاب التالت، عشان افكر نفسي بالدرس. الدرس لما تشوفه على كذا يوم بيثبت في المخ بطريقة انتوا متخيلوهاش. ولكن انا خدت الدرس، يلا اروح احل عليه، يلا كتاب الجوهر، يلا كتاب الامتحان، كتاب التفوق، ها انت كده مش بتعمل حاجه، انت كده هتيجي بعد بكره هتنسى الدرس. تمام؟ فعشان كده بقول لكم حلو على فترات متقطعه. والله ربنا يعلم الفيديو انا بصوا يعني بقوله كل اللي عندي، بطلع لكم كل اللي عندي وكل اللي انا مريت بيه وكل اللي انا اعرفه، ولو شديت عليكم شويه فانا بقول لكم كده لمصلحتكم والله، وتلاقوا الدنيا اللي يمشي بس على الكلام ده هتلاقوا الدنيا سهله جدا والدنيا حلوه جدا. بس انتوا امشوا، لان صدقوني الامتحانات قرب. سادس نصيحة معانا، كان جالي برضو اسئلة بيقول لي انا بذاكر مع صحابي وبنذاكر مع بعض في البيت بحب المذاكرة دي، هل ده غلط ولا لا؟ المذاكرة الجماعية يعني يا جماعة في شهر 10 انا شايف ان هي تبقى بحدود. يعني ايه تبقى بحدود؟ يعني مرة في الاسبوع مثلا، لو انتوا بتتقابلوا اكتر من مرة لا هي كفاية مرة في الاسبوع تذاكروا مع بعض، وما يبقاش في ما يبقاش في حكاوي جانبيه، عشان احنا ما فيش وقت نضيعه. طب خلصنا المذاكره مع بعض، خلصنا التارجت اللي كان علينا ان احنا نخلصه، نتكلم عادي. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ نتكلم عادي وننبسط ونخرج ونعمل اللي احنا عايزينه، واحنا خلصنا التارجت، خلصنا اللي علينا. سابع نصيحه معانا النهارده، ومش عايز اطول لكم الفيديو، النصيحه بتقول النوم. يعني ايه النوم؟ نام كويس، ناموا كويس. والنصيحة دي انا كنت يعني انا كان نفسي فعلا حد يقول لي يا خالد نام كويس، فانا بقول لك انت وانت اهو اللي بتتفرجوا على الفيديو ناموا كويس، صدقوني ناموا كويس. محدش بقى يعمل فيها الشقيان اللي طالع عينه، وانا انام 3 ساعات عشان اصحى اذاكر، واكيد كان في حد بيذاكر مكاني وانا نايم، وانا لما انام في حد هيذاكر فما ينفعش انام، فلازم انام 3 ساعات بس واعيش على المية والهواء والتنفس الصناعي. لا، الكلام ده مش هينفع. احنا لسه في شهر 10، شدوا مذاكرة ولكن بعدها راحة. وقت النوم عايزه مقدس، عايزه مقدس. احنا لسه في شهر 10، امال في شهر 1 هتعملوا ايه؟ ولا في شهر 2 ولا قرب اخر السنة؟ احنا لسه في شهر 10. النوم يبقى مظبوط، لان فعلا انت ما نمتش هتصحى دايخ، مش هتركز، هتنام متأخر، هتصحى تاني يوم دايخ اكتر ومش مركز اكتر، هتلاقي نفسك بتنام على المذاكرة. انا يا جماعة اسأل واحد مجرب، انا كنت بنام في فترة في نص السنة او قبل نص السنة بشوية، في شهر 11 و10 كان في تراكمات. يعني بصوا انا اهو كان عندي تراكمات، فعادي جدا اي حد ممكن يراكم، تقريبا مفيش حد ما بيراكمش اصلا. الفكرة في ان انت تجيب التراكمات بسرعة. فانا كان عندي تراكمات، قعدت بقى اسهر لحد الساعة 1 وانام واصحى الساعة 3 الفجر، والكلام اللي بيحصل ده. كنت باجي اصحى يلا كوباية القهوة جنبي، اشرب كوباية القهوة واقوم نايم على المكتب. ده اللي بيحصل. فانت ما بتستفدش اي حاجة غير ان انت بتعمل شو، بتحسس نفسك او بترضي ضميرك اللي هو انا اهو انا صحيت بدري اهو، بتنام على المكتب. فعايز وقت النوم ده مقدس، 7-8 ساعات، 7-8 ساعات. انا شايف 7 حلو جدا، بس 7 تنام ال7 بجد، وصدقني هتصحى هتلاقي انتاجيتك ضعف ان انت كنت تصحى بدري. تامن نصيحة معانا وهي الحالة النفسية. عملت فيديو قبل كده عن القلق، في ناس عجبها الفيديو. زي ما قلت لكم الفكرة كلها ان انت مكتوب لك هتخش ايه، ايا كانت الكلية، دخلتها في مصر، دخلتها بره مصر، دخلتها حكومة، دخلتها خاص، انت مكتوب لك هتخش المجال ده وهتروح هنا. لو الدنيا اتشقلبت هتخش المجال ده، لو ايه اللي حصل هتخش المجال ده، انت مكتوب لك المجال ده يعني هتخشه. فتشيلوش هم الحاجة اكتر من اللزوم. احنا اللي علينا ان احنا نذاكر بس، ما عليناش اي حاجة غير ان احنا نذاكر ونجتهد نعمل اللي علينا. لكن بقى انا هخش ايه، طب انا هجيب مجموعة ولا لا، طب انا اجل السنة، اقسم السنة، اودي السنة، اعمل اي حاجة في السنة، سيب السنة زي ما هي. احنا لسه بدري، ذاكروا بس وما تعملوش اكتر من كده.
فكل اللي عليكم الاجتهاد والسعي، مفيش اكتر من كده. استغلوا الفترة اللي جاية احسن استغلال تقدروا عليه، حاولوا على قد ما تقدروا تحلوا. زي ما قلت لكم الكتب الخارجية هننظم وقتنا، هعمل ان انا اليوم ده في الوقت ده هحل كتاب كذا، في اليوم ده في الوقت ده هحل كتاب كذا في مادة كذا. بصوا عايزكم تنظموا وقتكم. تنظيم الوقت هو اللي هيجيب اي حاجة بتسألوا عليها، اي حاجة نفسكم فيها هيجي بتنظيم الوقت، اللي هي اول نصيحة انا قلتها. حاول اعمل لكم برضو الفترة الجاية فيديوهات فلوجات في طب اسنان، عشان الناس اللي نفسها تخش طب اسنان تتحفز كده وتشد في المذاكرة. فمتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، متنسوش تحطوا لايك، شيروا الفيديو في كل مكان. اكتبوا لي لو عندكم اي سؤال او اي استفسار، انا معاكم برد عليكم على طول، عشان ابقى معاكم اول باول، محدش يستنى كتير. حاجه في باله عايز يسال عليها، عايز يقول عليها، فهتلاقوني على طول برد عليكم. ما تنسوش تتابعوا برضو حساب التيك توك، هتلاقوا الروابط موجوده في صندوق الوصف. حساب التيك توك بننزل عليه الملخصات اللي انا كنت بعملها بتاعتي طول السنه، ملخصات فيها الخلاصه بتاعت الدروس، سواء كان شرح مدرسين، التريكات اللي خدناها طول السنه مكتوبه فيه. هتلاقوا برضو ان انا كاتب الاخطاء، حاجات من الاخطاء اللي انا غلطت فيها طول السنه. هتلاقوا برضو تريكات المراجعه النهائيه، وهتلاقوا كل حاجه متجمعه في الملخصات دي بنزلها لكم على التيك توك. فشوفوا التيك توك، هتلاقوا الرابط موجوده في صندوق الوصف، روحوا اعملوا لي فولو هناك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.